الحمد لله. هناك أقدار على الطرقات، بعضنا لربما يسير في طريق ولا يدري ما يصادفه، ولا يدري ما الذي سيقع عليه من مكروه ومن مكروب. وتصدقون في حوادث مرورية صرفت عن بعضنا، أتدري بماذا؟ بصدقة وضعتها في يد مسكين فرفع يديه اللهم احفظه. إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. بعض الأقدار تنزل، أقدار الله عليك لربما الموت، الشلل، المرض، ابنك يقع في حادث، لكنك تحسن وتحسن وتحسن مما وهبك المحسن جل وعلا، فيأتي دعاء الناس مع أقدار الله فيرد الدعاء القضاء. والله إن الدعاء يرد القضاء. لذلك بعضنا يا أحبابي كربة في الدنيا تفرجت لأنه يفرج كرب عباد الله. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس تخفيف، والتفريج إزالة. عاد اختر اللي تريد. تبي تزيل الهم عن صاحبك إزالة كاملة، أبشر، فستقف أمام الله ويفرج كربك. إن خففتها خفف الله عنك. إذن أنت الذي تحسن إلى نفسك، وأنت الذي تصرف السوء عن نفسك. في أمراض والله أناس دخلوا عمليات، قال بعض الأطباء إن هذه العملية النجاح 10%، والعلم عند الله. من الذي جعل الطبيب يخرج من غرفة العمليات مدهوشا لما رأى من أسرار هو لا يعرفها؟ لربما صدقات سر رضي الله عنها فألبس ذاك المريض وأدهش عقل الأطباء بما فعل في بدنه. والله جعل حياة اليسر للمنفقين المصدقين. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. حياتك في سهالة وفي سهولة وفي يسر وفي نعيم. كل أمورك لا تتعقد. تعقيدات الحياة أحد أسباب تسليكها وتسهيلها وتيسيرها أن تكون منفقا مصدقا بأن الخلف من الله. ألا تصدق؟ أنت لو أتى بعض الناس أراد منك قرضا، يريد أن يقترض منك، وضرب صدره وقال عندي. بعض الناس والله تعطيه ثقة فيه. لماذا؟ تقول أبد رجل صادق، ما عهدت عليه المماطلة وما عهدت عليه الكذب. أن تصدق مخلوق تعطيه مالك ليرده، ولا تصدق خالق هو صاحب المال وخالق المال. ويحك أيها المؤمن، صدق فهو يخلفه. صدق، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإن بعضنا حياته في عسر. تسمح لي أقول أنت السبب من أكبر أسباب السعادة وانشراح الصدر وراحة البال، أن تحسن للعباد فيحسن ربهم جل وعلا. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. نفعنا الله وإياكم بصالح الأعمال.